يا جماعة، قبل ما نبدأ اعمل فولو بسرعة، لأن القصة اللي هنحكيها النهاردة من أغرب اللي اتقال عن الفراعنة، وممكن تخليك تعيد الفيديو تاني من غير ما تحس القصة دي حصلت في وادي الملوك، لما بعث آثار نزلت تستكشف مقبرة قديمة محدش كان بيقرب لها، مش لأنها مرعبة، لأ، علشان ببساطة كل اللي دخلها خرج بحكاية مش مفهومة. لو وصلت للنقطة دي اعمل فولو ولايك، شكل القصة هتعجبك. المهم، العلماء نزلوا المقبرة. أول حاجة لاحظوها إن الممر كله من البازلت الأسود والنقوش الذهبية بتنور لوحدها كأن حد بيشغلها من بعيد. واحد من العلماء حاول يخفف الجو وقال: يا جماعة، لو أمون رع صاحي يبقى هنبات هنا. ضحكوا، بس الضحك اختفى أول ما وصلوا لقاعة التابوت. القاعة كانت واسعة، وفي النص تابوت ضخم لونه أسود فاحم، والنقوش عليه مش بتلمع، بتتنفس أول ما قربوا. الأرض اهتزت هزة خفيفة كأن المكان بيقول: اقعدوا عاقلين. قربوا أكتر وسمعوا همس جاي من جوه التابوت. فتحوا الغطا، ملقوش مومياء ولا عظام ولا أي أثر لحد غير نش صغير مكتوب جواه: خرج وراكم. ساعتها الكشافات بدأت تطفي واحدة ورا التانية، والممر بقى أعمى. العلماء جريوا يطلعوا، والهوا كان سخن كأن حد بيجري وراهم هم كمان. وبعد اللي حصل، المقبرة اتقفلت رسمياً واتسجلت في الملفات باسم غير آمنة للدخول. لكن أغرب حاجة إن كل واحد من العلماء بيقسم إنه لحد النهاردة لما الليل بيهدى بيسمع خطوات حد ماشي وراه. ولو عجبتك القصة اعمل فولو ولايك، ولو عايز اللي جاي يكون أقوى اشترك في القناة علشان اللي جاي أخطر بكتير.